السلام عليكم. اهلا بيكم في قناة المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنسيح مع بعض الزبدة الفلاحي ونحولها لسمنة بلدي تحفة، وهنطلع منها المرتة كمان. نسمي الله. انا معايا زبدة بقري وجاموسي، حطيتهم في حلة على النار. دول 3 كيلو سمنة بقري على جاموسي، زبدة بقري على جاموسي. حطيت لهم معلقة ملح. تمام. وانا مخلية النار وسط زي ما انتوا شايفين، وكل شوية هقلب السمنة لحد ما تعمل ريم زي ما انتوا شايفين كده، ولسه تحسوها زي المعقرة شوية، ما صفيتش، يعني ما بقتش عاملة زي الزيت. كل شوية كده ادخل عليها واديها تقليبة، عشان كمان المرتة بتاعتها بتبقى بتلزق في ارضية الحلة، ما نخليهاش تتحرق. هنقلب كل شوية زي ما انتوا شايفين كده لحد ما السمنة تفصل معانا. هي ابتدت اهي. خليكم معايا لاخر الفيديو. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ابتدت اهي اهي، بقت عاملة زي الزيت. ابتدي اشيل الريم اللي على الوش ده. طبعا هو مش ريم، بس كوصف ليه كده عشان تبقوا فاهمين معايا. اشيله بالظبط كده زي ما انتوا شايفين بالكبشة، احطه في طبق وهقول لكم هنعمل بيه في الاخر ايه مع بعض. تمام. السمنة ابتدت تظهر معانا اهي اهي، ريحتها تجنن اهي. شايفين؟ اطفي عليها واسيبها شوية لحد ما الاقيها زي ما انتوا شايفين كده صفيت خالص، واللي كان على الوش رقت في ارضية الحلة. تمام. اللي كان في الطبق اللي انا شلته من على الوش هرجعه تاني في الحلة، وعلى النار مع الاستمرار في التقليب هتبصوا تلاقيه نزل سمنة تاني، واللي ومش هيتبقى في الحلة غير المرطة اللي هنطلعها في الاخر اهي. شايفين السمنة ابتدت تظهر اهو تاني من الطبق اللي هو وش الزبدة. ابتدي اصفيه بقى هو كمان اهو، وعبيه في البطرمانة. طرمانة طبعا نظيفة جدا ومعقمة عشان خاطر السمنة معانا ما تبصش مع الوقت. وهتحطها في قلب التلاجة. شوفوا المرطة بقى انا رجعتها على النار. طبعا ليكوا الحرية تزودوا ملح تقللوا الملح براحتكم. انا استكفيت بمعلقة الملح اللي انا حطيتها في الاول. كده المرطة بتاعتنا جاهزة، وبقى معانا احلى طبق مرطة واحلى بطرمان سمنة. طبعا احنا عملنا بطرمانات صغيرة، انا بوريكم بس بطرمانة واحدة. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم.